رجعنا لكم مشاهدينا، وكل سنة وحضراتكم طيبين وعيد سعيد يا رب علينا كلنا. والنهاردة هنتكلم معاكم عن فضل يوم عرفة وأيضا عن الأضحية. كلنا بنقول أو زي ما احنا اتربينا ومتعودين وعارفين ان يوم الذبح ده كلنا لازم نكون واقفين وشاهدين. ناس بتقول لا ما تخلوش الاطفال يشوفوا، وناس تانية بتقول لا لازم يشوفوا علشان يبقوا عارفين ايه اللي بيحصل، ولما يكبروا يبقى ده مطبوع في ذاكرتهم ويبقوا عارفين يعني ايه يضحوا، ويبقوا عارفين حكمة الأضحية ايه، ويبقوا بيوزعوا كمان معانا على الأهل وعلى الفقراء وعلى، مش حابة أقول الغلابة والمساكين، ولكن لازم يكون عندنا الحس ده. ايه هو فضل يوم عرفة؟ ليه احنا بنقول ان اللي ما وقفش في عرفة ما حجش؟ دي حكمتها ايه؟ يعني ايه الانعام وايه هي الانعام؟ واسئله كتيره جدا ممكن نبقى احنا بنسالها بينا وبين نفسنا، ونبقى عايزين نسال فيها ناس كتير، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واحنا بيشرفنا معانا دلوقتي ضيفنا هو خير من يحدثنا، فضيله الشيخ اسامه قبيل الداعيه الاسلامي. اهلا اهلا بيك وسهلا معانا. بحضرتك. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا فندم، والساده المشاهدين بكل خير. عيد سعيد عليك يا رب ان شاء الله. وعليك وعلى الاسره وعلى كل المصريين يا رب. ايه هو فضل عرفه؟ طيب في البدايه كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ادخل السعاده في قلوب المؤمنين وبعث الامل والطمانينه في قلوب البائسين. سبحانه والقائل في كتابه العظيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا فرح الا بفضل الله، ولا فرح إلا برحمة الله تبارك وتعالى. يعني احنا لما نيجي نفرح بنفرح بفضل الله تبارك وتعالى علينا، أن أتم الله تبارك وتعالى علينا النعمة. ونحن في هذه الأيام أفضل أيام العام على الإطلاق، كما وضح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله تبارك وتعالى من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فاحنا في أفضل أيام العام على الإطلاق، والنهاردة كان يوم عظيم جدا، يوم فضيل ويوم كريم، يوم عرفة. شهدنا جميعا هذا اليوم، من حج إلى بيت الله الحرام ومن لم يحج. وأنا عايز أقول لحضرتك والسادة المشاهدين: إذا كان الحجيج يتمتعون بنفحات المكان هناك على جبل الرحمة الذي وقف عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنحن هنا نتمتع بنفحات الزمان. ونحن صمنا هذا اليوم تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وعلمنا من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعرفنا كلنا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن من يقوم بصيام يوم عرفة يغفر الله تبارك وتعالى له ذنوب سنتين، عام مضى وعام قادم. وكلنا كنا محتاجين أن ربنا يغفر لنا. صحيح. فنسألك يا ربنا في هذه الليلة العظيمة، ليلة العيد وليلة البهجة وليلة السرور وليلة الفرح بقدوم هذا العيد الأضحى المبارك، أن يغفر الله تبارك وتعالى لنا ذنوبنا. يوم عرفة يوم عظيم جدا حضرتك، لأن ربنا تبارك وتعالى أتم علينا فيه النعمة. الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوم عرفة يوم كريم جدا، علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى بيغفر فيه ويعتق فيه رقاب كثير من العباد من النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد أعتق رقابنا جميعا من النار، وتقبل منا صيامنا في هذا اليوم الفضيل. يوم عرفة يوم عظيم جدا، علشان ده أفضل من أفضل أيام العام على الإطلاق. ليه بقى؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في حجته الوحيدة وحجة الوداع التي وقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرحمة: أتدرون في أي يوم أنتم؟ أتدرون في أي شهر أنتم؟ بين لهم أن هذه الأيام لها مكانة جليلة عند الله تبارك وتعالى. يوم عرفة يوم عظيم جدا، لأنه من الأيام المعلومات التي قال الله تبارك وتعالى عنها: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. يوم عرفة من الأيام الكريمة جدا علينا كلنا، لأنها من الأيام العظيمة اللي سيدنا آدم وستنا أمنا السيدة حواء تعارفا في هذا اليوم الكريم. وده درس عظيم لينا النهاردة، ان احنا محتاجين النهاردة الاجتماعيات دي ترجع للمجتمع الإسلامي، اللي هو التعارف فيما بيننا. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يوم عرفة عدى،
واحنا صمنا وتقربنا فيه الى الله ودعونا الله تبارك وتعالى. واحنا ان شاء الله الليله دي كده في ليله العيد، وكلنا يعني عايزين نفرح بالعيد زي ما قلنا في البدايه، نفرح بفضل الله ونفرح برحمه الله تبارك وتعالى. هل كلمة أو مقولة الحج عرفة تدل على أن الوقوف بعرفة هو أهم الشعائر الخاصة بالحج؟ نعم، يعني حضرتك أهم ركن من أركان الحج هو الوقوف بعرفة، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. يعني سيدنا النبي جمع كل الحج في الوقوف في الوقوف بعرفة، لأن ده والواحد بيقف كده من شروق الشمس حتى غروب الشمس في ذكر الله وفي الدعاء إلى الله وفي القربة إلى الله تبارك وتعالى وفي اللجوء إليه تبارك وتعالى، ويكون في ذكر الله وفي معية الله تبارك وتعالى. ثم ينتقل بعد ذلك الحجيج إلى بيت الله الحرام، ينتقلون إلى مزدلفة فيبيتون بها ليرمون الجمار في الصباح بإذن الله تبارك وتعالى. خلصنا يوم عرفة، والمفروض ان احنا ان شاء الله بعد صلاة العيد هتبدأ الأضاحي. نعم. الأنعام بتفسر بإيه؟ طيب، في البداية كده ننطلق من قول الله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. الأنعام تفسر بتاعة الأضاحي اللي احنا هنذبحها كلنا بكرة إن شاء الله في عيد الأضحى المبارك غدا بإذن الله تبارك وتعالى، مقسمة على 4 أنواع: الضأن والماعز والبقر والإبل. الضأن حضرتك ما بلغ 6 أشهر وطعن في الشهر السابع، والماعز ما بلغ سنة وطعن في الثانية، والبقر ما بلغ 2 وطعن في الثالثة، والإبل أي البعير اللي هو الجمل يعني ما بلغ 5 سنوات وطعن في السنة السادسة. بس في ناس بتذبح حاجات أصغر من كده. لا، ما احنا لازم نتمحص ونتفحص ولما يسألوا التاجر بيقول سن تاني، لأن دي حاجة احنا بنقدمها لربنا بالظبط. فلازم نقدم لربنا أفضل حاجة وأفضل منتج صحيح. وأفضل أضحية. عشان كده ربنا بيقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. العبرة مش ان احنا نذبح والدم ينزل وان احنا لا، العبرة ان احنا يعني انا لما بتفحص الشاه او الحاجة اللي انا هذبحها مش بتفحصها علشان انا هاكلها فلازم لا، تبقى أنا لازم شكلها حلو وصحية، لا عشان انا بقدمها لربنا. نعم، لا، لازم اروح لحد ثقة، حد أثق فيه يختار لي الأضحية اللي هضحي بيها وهتقرب. وكلمة الأضحية حضرتك أصلا جاية من التضحية. أنا بعمل كده عشان بضحي. صحيح. زي ما سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل ضحى بكل ما يملكان وبحياتهما كلها لله تبارك وتعالى. ربنا بيقول: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. أعظم ابتلاء يعني يذبح ابنه. حد فينا يتصور أنه ممكن يذبح ابنه؟ ولكن ده درس عظيم لنا نتعلمه النهاردة في ليلة العيد، وهو الاستجابة لأمر الله. كلنا محتاجين، كل المصريين وكل المسلمين النهاردة في مشارق الأرض ومغاربها محتاجين إن هم يستجيبوا لأمر الله. وقديما قالوا: إذا أردنا أن نحيا الحياة، لو عايزين نحيا حياة كده جميلة وسعيدة وهنيئة ورابحة وفيها سعادة وفيها هناء بإذن الله تبارك وتعالى، علينا أن نستجيب لأمر الله. إذا أردنا أن نحيا الحياة فعلينا أن نستجيب لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. عندما استجاب إبراهيم وولده إسماعيل. وفي هذا درس عظيم لنا. احنا عندنا في الإسلام وفي التاريخ الإسلامي يروي لنا في أنصع صفحاته أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين ضحوا بالغالي والنفيس استجابة لأمر الله. في موضوع تحويل القبلة، لما عرفوا أن القبلة حولت من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام استجابوا في التو واللحظة. الله تبارك وتعالى يقول: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. الصحابة كانوا بيصلوا وكانوا ركعا لله تبارك وتعالى في صلاة العصر، وعندما نزل قول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، استجاب الصحابة في التو واللحظة لأمر الله تبارك وتعالى بدون معارضة. نعم، استجابوا زي ما سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل استجابوا. فاحنا النهاردة بنتعلم في ليلة العيد إن احنا نستجيب لأمر الله. اللي عنده مشكلة، اللي متضايق من حاجة، يرجع لربنا ويستجيب لأمر الله ويشوف ربنا هيسعده وهيفرحه وهيبقى يعني يعيش في طمأنينة وراحة نفسية بإذن الله تبارك وتعالى. عشان كده ربنا بيقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله. لما ربنا يدعوهم إلى الله وإلى الاستجابة لأمر الله يعملوا إيه؟ يقولوا سمعنا وأطعنا ولا سمعنا وعصينا؟
يقولوا سمعنا سمعنا وأطعنا وأطعنا. وأولئك هم المفلحون. فالإطاعة والاستجابة لأمر الله فيها الفلاح وفيها الفوز وفيها النجاح بإذن الله تبارك وتعالى. فضيلة الشيخ، هنفترض لو أنا مثلا بضحي بأضحية وجيت أوزع، نعم وعندي ناس مثلا في قرايبي غير قادرين، نعم عددهم كبير، نعم. هل أنا المفروض إن أنا أنزل أوزع في الشارع على الناس اللي أنا شايفة إن هم مساكين وغلابة، ولا الأولى إن لو هم كلهم يحتاجوا يعني هذه الأضحية إن أنا أديها لهم؟ لا بص حضرتك، الأضحية يعني معروف ومعلوم لدى الجميع والسادة المشاهدين وكل الناس عارفة في مصر هنا وفي العالم الإسلامي كله إن هي بتقسم 3 أجزاء. ثلث للمضحي اللي هو هيذبح الأضحية، يعني اللي اشترى الأضحية ليه والأهل بيته والأسرة اللي هو دي عايش أنا أقدر فيها. أستغنى عنها ممكن لو أنا مش عايز بإرادتي يعني. بس من الأفضل فكلوا منها، أو الأمر ربنا بيقول اهو فكلوا منها. الآيتين بيقولوا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، والآية الثانية بتقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وسيدنا النبي أصلا أكل من الأضحية التي ذبحها صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه، في الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أخرنين، وقال هذا في الأول عن أهل بيتي وعن نفسي، وهذا عن من لم يضحي من أمتي. يعني أنا أقدر أسمي الأضحية؟ نعم نعم، أسمي الأضحية باسمي أو باسم أي حد، ويجوز التوكيل في الأضحية. لو واحد هل مثلا يجوز التوكيل في متوفي؟ متوفي يعني ممكن أذبح لوالدي المتوفي مثلا؟ لا، من الافضل الواحد يذبح لنفسه ويوهب الثواب والاجر. لكن ممكن الدعاء، يعني اللي ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. الدعاء هو اللي يوصل باذن الله تبارك وتعالى. فاحنا بنقول في موضوع الاضحيه الثلث بتاعي الثلث ليا وثلث للاقارب والجيران والزملاء، يعني ايا كان بقى حالتهم الماديه. يعني بص حضرتك، يعني. ده باب التوسعه وباب ادخال السرور وباب التكافل وباب التواد والتراحم. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الايام العاديه لما كان يطبخ كثيرا من اللحم كان يطعم جاره اليهودي. طب احنا النهارده كلنا مسلمين وكلنا جنب بعضينا، فلازم كده يبقى فيه تكافل ويبقى فيه تجانس ويبقى فيه تعاضد وفيه اعتصام بحبل الله تبارك وتعالى. والاعياد يعني جاءت للتوحد، جاءت للوحدة وليس للتشرذم وليس للانقسام. الأعياد جاءت لإدخال البهجة والفرح والسرور، ودي أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. الثلث الأخير يكون للفقراء والمحتاجين، وده درس عظيم لينا جدا نتعلمه النهاردة كلنا: التكافل. في ناس ما بتاكلش اللحمة حضرتك في السنة إلا مرة واحدة، وفي ناس يعني لا ترى اللحم إلا يعني في أيام قليلة. فلازم احنا يعني العبرة ان احنا نأكل الفقير والمسكين. لو انا مش محتاج اكل بغض بسيط، النظر لو انا مش متأكدة ده فقير او مسكين، يعني حضرتك لان في ناس بتقف في الشوارع ممكن يبقى وراه 20 كيس لحمة لا بيجمع طبعا وعدي انا هو واخدها في اليوم ده وسيلة، وبعدين ممكن يروح يبيعوها يبيعوها بأبخس الأثمان، وده ما بيبيعوها. ينفعش. لا، الواحد لازم يشوف بقى في أهل بيته، في قريته، في الريف، في الحي اللي هو ساكن فيه. والنهارده احنا عندنا حضرتك الجمعيات الخيرية، دور ايتام يعني الواحد يعني يعني يتفضل ويتفكر ويتدبر هيودي الأضحية اللي هو ذبحها تقربا إلى الله لمين. وفي كمان المتعفف اللي ما بيخرجش يعني من بيته وما بيطلبش من حد. نعم، ندور عليه ده بقى. ده اللي المفروض نخبط كلنا عليه وندور عليه ونشوفه فين. ده لا يسألون الناس إلحافا، ده اللي ما بيمدش ايده، ده اللي ما بيقولش الناس ادوني، هو ده اللي نسأل عليه ونديله ونطعمه ونوسع على الناس في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. في ناس بتبالغ في الأضاحي، هل دي من وجهة نظرك مبالغة ولا ده أمر مستحب؟ تبالغ ازاي يعني؟ يعني في ناس ممكن يذبحوا ب10 عجول، يبقوا مثلا العمدة كبير البلد، بص حضرتك، فعايز يوري الناس ان هو يعني قادر على ان هو الأمر في الموضوع يطعمهم ده على قدر الاستطاعة. يعني واحد ربنا موسع عليه ويعني وأوسع عليه من المال ومن يقدر يشتري عجلين و3 و10 زي ما حضرتك بتقولي، لا بأس. ده شيء كويس جدا ان احنا يبقى عندنا تكافل، واللي معاه يدي اللي معهوش، يدي للفقير المعدم ده. طبعا، بس احنا مش عايزين ندخل بقى في نوايا الناس. بمعنى ما نجيش نقول ده فلان الفلاني ذبح بيتمنظر، لا. نحن لنا الظاهر وعلى الله السرائر. صحيح. احنا نقول ربنا يجعله في ميزان حسناته، الله اعلم، ممكن بدعوة صالحة من فقير او مسكين او ارملة او صحيح. يتيم يرحمه الله تبارك صحيح. وتعالى به. لو انا في الحج، نعم، وطبعا في الحج مش هعرف اذبح، نعم، فهل لما ارجع ممكن اذبح الاضحيه ولا لا تحسب؟ لا طبعا، الاضحيه حضرتك لها وقت
لازم في وقتها. طبعا ذبح معلوم في وقت مخصوص. آه. والآية والنص القرآني واضح وصريح: إنا أعطيناك الكوثر مم. فصل لربك وانحر. مم. نصلي وبعد كده نذبح. يعني مم. اللي بيجيب لحمة أو يذبح يعني في ناس عندها كده غاية إنها تذبح النهاردة. مم. يقول لك لا أنا بكرة مش بس فاضي. النهارده بيبقى صدقه، صح؟ طبعا لحم قدمه لأهله أو صدقة. اه بس ما احنا ممكن نقول ايه بقى، لو واحد من اللي بيذبح 10 عجول دول اه ممكن يذبح مثلا الليله دي 5 عشان خاطر الفقير او المسكين يصبح الصبح عنده صحيح. موجود عنده اللحمه، صحيح. فيقدر يطبخ وياكل هو واسرته واولاده، وبكره يحقق بقى الشعيره. مم. واحنا عندنا يعني حضرتك في الاسلام لازم ننزل على مراد الله. ربنا مم. بيقول فصل لربك وانحر. مم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اول فعل يفعله بعد الصلاه عيد الاضحى هو اهراق الدم وذبح الاضاحي. فاحنا مم. بنصلي وبعد كده نذبح. والذبح موجود حضرتك من اول بعد صلاه العيد لحد رابع يوم العيد العصر. مم. كل ده لحد ثالث ايام التشريق العصر. مم. يعني احنا عندنا ممكن نذبح من بكره ان شاء الله، بكره الخميس نذبح الخميس والجمعه والسبت ولحد عصر يوم الحد. بس لو حد في الحج يقدر يوكل لا، حد اللي في الحج يذبح له. حضرتك عليه حاجه اسمها الهدي. اه هو بيدفع الصك اول ما بيروح مكه او المدينه. اللهم ارزقني واياكم والساده آمين. المشاهدين زيارتها آمين. يا رب مرات ومرات. بيدفع هناك الصك بتاع الهدي، بيدفعه في المملكه العربيه السعوديه لما بيروح ده على الهدي. والمملكه العربيه السعوديه والسلطات السعوديه بتتوكل بالذبح وبتتوكل بالتوزيع زي مم. الجماعات الخيريه اللي موجوده عندنا هنا في مصر انا مثلا. كنت لسه هقول لحضرتك، يعني فكره صك الاضحيه في مصر اثارت جدل. يعني الناس كانت بتسال، يعني انا ما بذبحش وبدي لحد يذبح لي ويوزع لي وانا مش شايف حاجه خالص. فكره صك الاضحيه في الايام العاديه من وجهه نظرك دي ايه؟ احنا هنقول دار الافتاء المصريه مشكوره قامت في هذه الايام باصدار فتوى مم. بجواز صك الاضحيه. مم. ليه بقى؟ لان حضرتك في ناس ما تقدرش تذبح. في واحد مثلا كبير طعن في السن او مريض بس مم. معاه فلوس، مم. بس مش قادر ان هو يشتري اضحيه وينزل السوق ويشتري خروف او يشتري عجل ويذبحه. مم. ده عندنا في ناس بتوكل وهو بيطلع الحاجه دي ابتغاء مرضات الله وهو بياخد اجرها كامل باذن الله تبارك وتعالى. مم. لكن موضوع صك الاضحيه جائز باذن الله، لكن من الافضل ان الواحد يضحي. مم. لكن صك الاضحيه ده موجود، وده اجتهاد من اجتهادات العلماء النهارده موجوده، وده اللي احنا بنقوله تصويب الخطاب الديني. مم. ان احنا عايزين ما يبقاش عندنا تعصب وتشدد ونتشدد في الامور ويقول لك لا لازم تذبح والصك ده حرام. لا بس مش في ناس حرام. بيبقى عندها بعض الشك في بعض الجمعيات لا ما هو بصي اللي حضرتك بيحطوا الشك، فيها هذه لا الصكوك. احنا ما نحطش الشك عندنا، ما بنبنيش يعني بالشك. انا اؤجر على نيتي. اؤجر على أيا نيتي كان وانا هم هيعملوا طلعت إيه. يا رب خلاص انا سلمت طلعت من ذمتي زي ما وخلصت ده من بنقول يعني. قلبي ومن ذمتي يا آه. رب ونيتي حسنه ان انا عايز اخد الاجر وربنا زي هيديني كده ما الاجر باذن يجي الله تبارك مثلا وتعالى. سائل واديله فلوس فحد يقول لي ايه ده عنده عمارات، ده عنده مش عارف ايه، انا اؤجر على نيتي. طبعا. لا وبعدين ماليش عايز دعوه اقول بيعمل ايه. عايز اقول لحضرتك حاجه وللساده المشاهدين. في النهارده جمعيات خيريه مشكوره لها دور بارز وملموس جدا وليها سمعه طيبه. سمعه طيبه وموجوده في المجتمع. مم. وعارفه حضرتك بتروح فين؟ بتروح الصعيد في الاماكن المعدمه، الناس اللي ما عندهاش خالص ولا بتشوف اللحمه دي خالص طول السنه، وبتروح كمان في الحتت اللي هي فيها في العشوائيات هم والناس بيبقوا الفقيره عارفين بيلفوا. منافذ اكتر. وبعدين بص حضرتك احنا وكلناهم والله تبارك وتعالى يعلم النوايا. انا صحيح. خلاص طلعت وربنا هو المحاسب وهو المطلع تبارك وتعالى. الافضل لي والاحسن لي ان انا اتبرع باكتر شيء احبه. يعني مثلا لو انا بحب الكبده في الاضحيه، لو طبعا لو ضحيت بيها ده اؤجر عليه اجر طبعا زياده. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني الواحد لما يجي يطلع افضل حاجه. اصل في ناس لما بتذبح، انا بقول لحضرتك الكلام ده ليه، اه بيبقوا واقفين يقولوا الحمره دي شيلها لي، الكبد الكنب جنب. والكلاوي حطها على جنب، فتبص تلاقيه خد افضل حاجه في الاضحيه لا وساب الباقي. حضرتك بقى بعد ما الجزار بيذبح الاضحيه بيعمل حاجه اسمها التشفيه، بيشفي يعني. فاحنا بنحط اللحمه كلها في اناء واحد ويقلبوها كلها على بعضها وتقسم 3 أثلاث. يعني ما طلعش الحلو ليا وبعد كده طبعا اقسم. لا ما انا هطلع لنفسي الحلو ليه؟ بس ده كل الناس لا مش كل الناس طبعا. معظم لا معظم احنا عايزين نعلم الناس، احنا جايين عشان نعلم الناس ونقول لهم ان لازم كل واحد فينا يطلع اجود حاجه لانك انت بتطلعها لربنا. صحيح. يعني ربنا مش هيستفاد منك حاجه ولا تلفها في ورقه جورنان ولا كيس كده اسود ولا اي حاجه، انك بتديها لربنا مش بتديها للعبد. يعني انت اللي ترضى لنفسك صحيح. يعني ما ترضاش لغيرك. يعني صحيح. الواحد فينا يطلع الحاجه اللي هو يرضاها ان هو ياكلها في بيته. يرضى لنفسه اللي هو الخير. لازم فيرضى للناس الخير ان هم برضو يروح لهم اجود حاجه. وبعدين يعني العبره في اليوم ده ان احنا حضرتك يبقى فيه سعاده ويبقى فيه تكافل.
مش هروح مثلا ادي لواحد فقير ومسكين حته عظمه او دهنه واضحك عليه. لا، انت بتراعي ربنا وبتعامل ربنا. بعض الاسر نعم. بيقولوا انا مش هدي اخويا او اختي لان انا بديله الكيس يروح مديني كيس، فنبقى عملنا ايه؟ لا مفيش. الكيس بيفضل رايح جاي بينا. لا ده مفيش فلا مشكله. انت تديني ولا انا اديك، لا. عشان كده ولا كده احنا بديك الكيس تديني لا زيه. مفيش مشكله، انت تديني وانا اديك عشان مم. يبقى في حاجه اسمها التواد والتراحم. مم. والولاد اللي موجودين في الاسره يشوفوا يحسوا ده بالألفة. عمه جاب لنا ايه مم. النهارده، او خاله، او مم. جده، او اي حد من العيله جاب لنا النهارده حاجه. مم. حتى لو كل البيوت عندها وكل الناس بتاكل اللحمه وموجوده كتير في العيد، مم. بس ده حضرتك من باب ادخال السرور ومن باب الرحمه ومن باب صله الرحم اللي انقطعت النهارده وما عادتش موجوده حضرتك في المجتمع. ربنا بيقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. ما اجمل وما اروع وما افضل وما احسن ان احنا ندخل على بعضنا البهجه والفرحه ونرجع لمه العيله الجميله. ايه يعني كلنا كده يوم العيد لما نطبخ كلنا كده مع بعض وناكل من الاضحيه او نشوي؟ احنا شايفين الشوايات كلها موجوده في قبل كل ده يا الشوارع. فندم التسامح. طبعا. الناس اللي بينهم مشاكل او الناس اللي متخانقين ما ومتخاصمين. احنا قلنا حضرتك قبل ال10 ايام دول مم. لازم كل واحد فينا يتسامح مع نفسه مم. ومع الناس ومع الله. صحيح. يعني يتسامح مع الله تبارك وتعالى، يعني بينه وبين ربنا، ويتسامح كمان مع نفسه، وكمان يتسامح مع الناس، لانه مم. داخل في ايام مفترجه وايام عظيمه. مم. يعني لعل الله تبارك وتعالى يقبله. وربنا يعني عايز قلوب تخشع، مش عايز ابدان تصلي يعني العبره من العبادات تهذيب السلوك والاخلاق. يعني اخلاقنا تبقى كويسه. انا بذبح عشان احس واستشعر بالفقير والمسكين. انا بذبح عشان استجيب لامر الله. انا بصلي العيد عشان سنه مؤكده عن سيدنا صحيح. النبي. انا صمت يوم عرفه عشان ربنا يغفر لي ذنوبي. انا بصلي عشان ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. انا بطلع زكاه مالي عشان بطهر نفسي وبطهر اولادي وبطهر اسرتي. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. فلازم تضفي العبادات والشرائع وكل الاعمال الصالحه تضفي على اخلاقنا. والنهارده احنا كلنا محتاجين الاخلاق. سيدنا النبي اصلا في حجه الوداع اعظم مبادئ ارساها مبادئ الاخلاق. حرمه الدم وحرمه المال وحرمه العرض. بما ان حضرتك بتتكلم في الاخلاق، موضوع لا يبعد عن اللي احنا بنتكلم فيه. نعم. ويمت بصله للعيد وللاخلاق. نعم. بدءا من بكره ان شاء الله اول ايام العيد، وهنلاقي كل الناس في الشارع، هنلاقي الشباب والشابات وبقى متعارف عليه مؤخرا ان العيد يعني تحرش في الشوارع. احنا بنتكلم عن الاخلاق وبنتكلم عن التربيه وبنتكلم عن ان العيد المفروض يؤصل فينا المشاعر الدينيه والاسلام السمح، لكن بنلاقي في العيد اخلاق تانية خالص في الشارع. ما هو ده حضرتك بقى يرجع لايه؟ يرجع لبعد الناس عن التربيه الاسلاميه الحقيقيه بتلاقي الولد الصحيحة. صلى العيد وخرج لبس ونزل مع اصحابه أيوة بس هو بيتحرش في محدش الشارع. غرس حضرتك في البيت ولا في المدرسه. ما احنا صلاح الامه في حاجتين: الاسره اللي الواحد بيتربى فيها، والمسجد اللي الواحد بيصلي فيه، واللي بيربي كل واحد فينا على الصلاة وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. عشان كده لازم الأب والأم يغرسوا في أولادهم وفي بناتهم. تقول إيه للشباب اللي خارجين بكرة؟ الشباب الخارجين بكرة احنا عايزين نقول لهم لابد أن يتقوا الله تبارك وتعالى. يعني ما يفعلوا. والشابات عشان المخرج ما يزعلش. طبعا. يعني يرضى. عشان ما يبقاش في نعم تفرقة. يرضى ما يفعله أن يفعل في أخته أو في أمه أو في أي أحد من محارمه أو أقاربه. يعني لازم كل واحد فينا يتقي الله تبارك وتعالى. والآية في القرآن واضحة وصريحة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. يعني لازم نحافظ من البداية. ربنا لما جه حرم الزنا ما قالش ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. يعني احنا لازم نحافظ على المقدمات وعلى البدايات، ونكون يعني نتمثل لأمر الله والأمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن العيد ده بهجة وفرح وسرور، مش نقلبه تحرش ونقلبه ظلم للناس وظلم للإنسانية. ونلاقي شباب عاملين لجان ضد التحرش. أيوة وسايبين العيد وواقفين يراقبوا مين بيعاكس مين. طب ليه احنا وصلنا لده كله؟ ليه احنا وصلنا؟ عشان خاطر التربية. صحيح. لازم نأكد على موضوع التربية جدا جدا في البيت اللي هي الأسرة وفي المدرسة. والتربية مش بعيدة عن الدين اطلاقا. طبعا. يعني الله تبارك وتعالى أول آية نزلت اقرأ باسم إيه؟ ربك. جاية من الربوبية. يعني جاية من ربوبيتنا لله تبارك وتعالى. فالتربية أمر مهم جدا وموجود عندنا في الشريعة الإسلامية. لازم كل أب وكل أم يربي أولاده على القدوة الحسنة وعلى الأسوة الطيبة بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يمثل لهم أبدا
الأسوة السيئة، ولكن يمثل لهم القدوة الحسنة التي كانت متمثلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكرة تقبل الآخر اللي احنا يمكن كنا بنتكلم عليها في الفقرة اللي فاتت، هي مش من الأفكار الجديدة لأنها موجودة في ديننا، إن احنا نتقبل الفكر الآخر ونقدر نتحاور معاه، ولكن دلوقتي ده ما بقاش حاصل. هل ده برضه لبعدنا عن الدين؟ طبعا حضرتك، يعني لابد للأعياد والأيام الطيبة دي تكون أيام وئام وأيام تفاعل. واحنا النهارده سمعنا في الأيام الأخيرة التفكك الاجتماعي الموجود في مصر حضرتك، والتفكك الأسري الموجود في مصر. ومع التكنولوجيا كمان التكنولوجيا الناس الحديثة والسوشيال ميديا والحاجات اللي احنا شايفينها بالانفتاح الحضاري، كل ده المفروض يقربنا لبعض أكتر، المفروض ترجع لمة العيلة. يعني المفروض احنا برنامجنا اللي احنا فيه اسمه بيت العيلة، احنا عايزين نرجع يعني بيوت العائلات كلها ترجع تاني كده، عند الجد والجدة وعند العم وعند الخال، والأسر كلها تتجمع على موائد الرحمن، لأن دي كلها أيام أكل وشرب وبهجة وفرح وسرور وتفاعل. يعني احنا لسه بنقول يوم عرفة للتعارف، وربنا بيقول لتعارفوا، فاحنا لازم نرجع الجو الأسري الجميل. ربنا قال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ما قالوش اسكن لوحدك. وده درس عظيم لينا النهارده نتعلمه، ان احنا نرجع دور الأسرة الحقيقي، دور الأسرة في اللمة، دور الأسرة في التربية، دور الأسرة في التفاعل، دور الأسرة في الوئام، دور الأسرة في تحقيق قيمة الإسلام. ديننا الإسلامي الحنيف حضرتك هو دين الوئام وهو دين التفاعل الحضاري. احنا سمعنا في الأيام الأخيرة أن الدين الإسلامي ليس دين التفاعل الحضاري، ولكنه يعني أعداء الإسلام يريدون أن يصوروا الإسلام أنه دين التفكك وأنه دين الدماء. وأنا عايز أقول هذا من صيد الكلام الذي كأن المعاندين وجدوه بعدما فقدوه، ومعاذ الله أن يكون الإسلام في قفص الاتهام. إن الإسلام هو دين الحضارة، هو دين الرقي، هو دين التفاعل، هو دين الرحمة، هو دين الوئام. هو متطور بتطور العصر. نعم يعني صحيح. متطور وصالح لكل زمان ومكان، والقرآن والسنة سيظلان دستوران للأمة وللبشرية وللإنسانية كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ربنا لما جه نزل القرآن والدستور على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نزلوش ليس لجنس دون جنس، ولا للون دون لون، ولا لإقليم دون إقليم، ولكنه قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالم كله وللإنسانية كلها. عشان كده ديننا الإسلامي دين الإنسانية. وسيدنا النبي لما كان بينادي حضرتك من على جبل عرفات كان بيقول يا أيها الناس، ما قالش يا أيها المسلمون. ليه بقى؟ صحيح. ده درس عظيم لينا النهارده نتعلمه في ليلة العيد، الإنسانية قبل الإسلام. بالأمس الأزهر الشريف أصدر فتوى إن توزيع اللحوم أو التصدق مش شرط بس يكون على الفقير أو المسكين المسلم. نعم. وده درس من الدروس المهمة جدا اللي احنا لازم نشوفها ونتعظ منها، إن مش شرط يكون من ديني بس علشان أساعد. طبعا أنا لسه بقول لحضرتك إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يطبخ كان يرسل الطعام إلى جاره اليهودي. صحيح. يعني يجوز صحيح. للواحد فينا لو ليه جار الحفاظ على الإنسانية نعم بشكل عام. نعم احنا عايزين نقول الإنسانية قبل الإسلام. سيدنا النبي لما نادى وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، ما قالش للمسلمين بس، قال للإنسانية كلها. ولما نادى بالمساواة، ولما نادى بحق المرأة، ولما نادى النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الربا، ونادى بالقيم والمبادئ. وده يؤسس ويؤصل للإنسانية في الإسلام اللي نعم. دلوقتي بيصوروها بالهمجية والدماء والعنترية والتتارية الفظيعة اللي نعم. هم بيعملوها. نعم. الدين الإسلامي عمره ما كان كده. نعم نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حضرتك وضح لينا في الأيام الطيبة دي في يوم عرفة، وضح لنا قيم لحقوق الإنسان في أكبر مؤتمر عالمي كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حجته الوحيدة وحجته الفريدة من على جبل عرفات. لما لسه بنقول نادى وقال يا أيها الناس بحرمة الدماء اللي احنا بنشوفها في الأيام دي كتيرة، وحرمة الأعراض عدم الخوض في أعراض الناس، وحرمة الأموال. الشاعر بيقول أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله في العرض بعد المال، أحتال للمال إن أودى فأجمعه، وليس للعرض إن أودى بمحتالي. فلازم نحافظ على الثلاث أسس والثلاث قيم دول، حرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال، وبعد كده حرمة الزمان والمكان. لما سيدنا النبي سأل الصحابة أتدرون في أي شهر أنتم؟ أتدرون في أي بلد أنتم؟
قالوا في شهر ذي الحجة، وهو من الأشهر الحرم مم. التي قال الله تبارك وتعالى عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال عن المكان: وهذا البلد الأمين، اللي هي مكة المكرمة. اللهم ارزقني وإياكم زيارتها مرات ومرات يا رب امين العالمين. امين يا رب. فضيلة الشيخ، ما ينفعش نختم من غير ما نسمع منك دعاء طبعا يحسسنا احنا في بالعيد. ليلة العيد وختمنا يوم عرفة، فنبتهل إلى الله تبارك وتعالى في هذه الليلة الطيبة المباركة بالدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أدخل السعادة في قلوب المسلمين والمصريين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من السعداء. اللهم أدخل البهجة والفرحة والسرور على قلوب المصريين والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم تقبل منا جميع الأعمال الصالحة يا رب العالمين، وأعن حجيج بيتك الحرام على حج بيتك الحرام، وأمنهم يا ربنا في بيتك الحرام، يا رب البيت الحرام، يا رب المشعر الحرام، يا رب الركن والمقام، يا رب التحية والسلام. ارض عنا جميعا في هذه الساعة أجمعين، واغفر لنا الخطايا والذنوب، واستر منا المساوئ والعيوب، وتب علينا جميعا يا مولانا حتى نتوب. اللهم أعد علينا هذه الأيام الطيبة الطاهرة بالخير واليمن والبركات يا رب العالمين، واجعل بلادنا وجميع بلاد المسلمين في أمن وأمان وطمأنينة وسكينة وسلام يا رحيم يا رحمن. اللهم أمنا في أوطاننا، يا رب أمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا، واجعل بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين بلاد أمن وأمان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم إني أسألك من فضلك العظيم أن تجعل قوت مصر من غرسها يا رب العالمين. اجعل قوت هذا البلد من غرسه، ولا تحوجنا أبدا إلى أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم أدخل السعادة في ليلة العيد على جميع قلوب البائسين والمحرومين يا رب العالمين. اللهم فك كرب المكروبين واقض حوائج السائلين على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب امين العالمين. يا رب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. امين يا رب. ربنا يتقبل منا يا رب، ومنكم. يا فضيلة رب. الشيخ شرفتنا ونورتنا، أهلا وسهلا وشكرا بحضرتك، ليك. كل سنة وأنتم كل طيبين، سنة وحضرتك طيب. وعام سعيد وعيد سعيد علينا جميعا وعلى جميع المصريين إن وعلى شاء جميع الله. المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بإذن الله تبارك بإذن وتعالى. الله. كل سنة وحضرتك طيب. كان معنا فضيلة الشيخ أسامة قبيل الداعية الإسلامي. شكرا ليك يا فندم. شكرا لحضرتك. مشاهدينا كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله بكرة كلنا نفرح ونبقى سعداء ونزور بعض ونشوف بعض ونسامح بعض، وبإذن الله كل أيامنا تبقى سعادة وتراحم وتراضي. تصبحوا على خير. هنشوفكم بكرة إن شاء الله.